السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. جيت لكم بمقطع جديد. طبعا اليوم راح نشوف مهارات وأهداف لاعب ريال مدريد الجديد كيليان امبابي. بس بدون طوف مقدمة، لايك اشتراك فعل التنبيهات، خش المقطع على طول. وهذا كيليان امبابي الماركة المسجل باسم امبابي، يحسسك بشوت في البعيدة وشوت في القريبة. طبعا وأخيرا بعد كم سنة اللاعب من 2018 مدريد مهتم فيه، ومن 2021 كل صيف نسمع امبابي مدريدي امبابي مدريدي. تخيل يسحب. بعدين امبابي مو اي لاعب سجل هاتريك في نهائي كاس عالم، يعني شيء ما صار الا مرتين في التاريخ. اكيد يعني لاعب يعني اسطوري. مدريد الموسم هذا بدون امبابي خسر مباراتين بس، ممكن مع امبابي ما نخسر ولا مباراه، الله اعلم. واول مباراه لامبابي مع مدريد حتكون نهائي كاس السوبر الاوروبي، يعني في احتمال من اول مباراه يجيب بطوله. وغير كذا مدريد الموسم الجاي بينافس على 7 بطولات، يعني في احتمال امبابي يجيب سباعيه في اول موسم له مع مدريد، مع انه ترى قد تكون صفقه فاشله لانه مدريد كله نجوم، ومبابي اللاعب اللي بيكون النجم الاول يمكن يجي يخرب المنظومه، بعد ما ندري ايش يصير. طبعا قبل ما يجي مدريد بيلعب في اليورو، حنشوف كيف مستواه في اليورو، وفي احتمال كبير يحقق اليورو مع فرنسا. اقوى منتخب في العالم فرنسا، في منتخبات قويه نفس انجلترا والبرتغال المانيا، لكن كتنوع في اللعيبه وفي التشكيله فرنسا ما لها اي منافس. طبعا في ناس يقولون انه مبابي فين راح يلعب، مكان فينيسيوس ولا مكان رودريجو؟ يعني اللي يقول لك مبابي جاي في الفريق حتسبب مشاكل ما ادري ايش، انا عن نفسي ما اشوفها مشكله ابدا، انه هو عارف رايح لفريق فيه فينيسيوس فيه رودريجو واللي هم منافسين مباشرين له. هي قد تكون مشكله لو كان مدرب مدريد مدرب ثاني غير انشيلوتي، لكن مع انشيلوتي ما اشوف مشكله ابدا، لانه مدرب يعني يعرف يقنع اللعيبه، زي ما اقنع كومافينجا يلعب ظهير واقنع شومين يلعب قلب، فما اتوقع حيكون عنده مشاكل انه يقنع مبابي يلعب مهاجم راس حربه. طبعا على الورق بس، في الملعب حنشوف لا مركزيه مو طبيعيه في الهجوم، خصوصا انه هجومنا كله حيكون جناح ايسر، رودريجو مبابي فينيسيوس كلهم يلعب مركز الجناح الايسر، فحنشوف لا مركزيه في الهجوم نفس ما نشوف دحين. على الورق رودريجو وفينيسيوس مهاجمين وبلينغهام خلف مهاجمين، لكن وقت اللعب تلاقي فينيسيوس ورودريجو كلهم ينطلقوا من جهه اليسار، فجدا متحمس لمبابي في مدريد. اكيد اضافه جدا ممتازه لمدريد. طبعا ان شاء الله نشوف في اليورو باذن الله، ونشوف مستواه كيف راح يكون. اليورو بين 4 منتخبات، فرنسا المانيا انجلترا والبرتغال، يعني يا مبابي يا بلينغهام يا كروس يا كريستيانو، واحد منهم بيحقق اليورو بنسبه 90%. الله، هذا هدفه على سوسيداد اللي شق المرمى، حرفيا شق الشبك. صواريخ اللاعب ذا، والله مهارات فرديات مبابي مو طبيعيه. ايوه الله، هذا هدف اللي من نص الملعب، هذه مباراه فرنسا فازت فيها 14-0. وبس كذا شفنا بشكل سريع مهارات مبابي واهدافه، وتكلمنا بشكل سريع عن مستواه والتوقعات. وبس صار كم مقطع خفيف بسيط، واذا عجبك المقطع حط لايك واشترك في القناه وفعل التنبيهات، ونشوفكم ان شاء الله مقطع جايه. سلام عليكم.